ازيكم يا شباب؟ دايما لما بنسمع كلمة حضارة أول حاجة بتيجي في بالنا هي الحضارة المصرية القديمة. مش علشان احنا مصريين فأول حاجة بنفتكرها بلدنا، بل لأن مصر فعلا هي أول وأقدم حضارة عرفها التاريخ. ودايما كل علماء التاريخ من كل أنحاء العالم يقولوا إن مصر هي أصل الحضارة. طب اشمعنى مصر؟ دايما بشوف إن مش أي شخص يقدر يصنع لنفسه كيان مميز وخاص بيه إلا لما يكون عنده فعلا حاجات بتميزه يقدر بيها يكون شخصية مميزة، وهي دي مصر. مصر من آلاف السنين وهي بتمتلك حاجات كتير جدا بتميزها عن أي دولة تانية، علشان كده قدرت بمقوماتها الفريدة إنها تصنع حضارة وتكون أصل التاريخ وأصل الحضارة المصرية العريقة. كمان اللي بيميز مصر إن ما قامش على أرضها حضارة واحدة ولا اتنين، دي قام عليها أعرق الحضارات، بداية من الحضارة الفرعونية وبعدها الحضارة اليونانية والرومانية ثم الحضارة القبطية والإسلامية. بالرغم من إنها تعرضت لكتير من الهجمات والاستعمار ومحاولات لتدمير الشخصية المصرية العريقة، إلا إنها قدرت تكون علامة مميزة، اسم كبير بيتكتب في كل أنواع كتب التاريخ عند كل البلاد. علشان كده بنقول إن مصر هي أصل الحضارة. تعالوا بينا نشوف إزاي قدرت مصر إنها تكون أكبر وأعرق حضارة عرفها التاريخ. كلمة حضارة معناها أي مظهر من مظاهر الرقي في مختلف المجالات، أو إنها مجموعة ميزات بيتميز بيها شعب معين. ومصر في بداية الحضارة كان اسمها كمت، وكمت هي الأرض السوداء نسبة للتربة الخصبة اللي كانت بتتميز بيها مصر. ولما بنسمع كلمة حضارة مصرية أول صورة بتيجي في بالنا هي المباني المصرية القديمة زي الأهرامات والمسلات والمعابد وغيرها من المباني بتتميز بيها الحضارة المصرية. طب كان إيه الهدف أصلاً من العمارة المصرية دي؟ معروف عن المصريين من زمان إن روح التدين غالبة عليهم، وبدأت قصة الدين عند المصري القديم بالتفكر والتأمل في كل شيء حواليه في البيئة وتساؤله بمن صانعه، فأدرك وقتها وجود قوة تتحكم في مصائر الأمور. وبعدها نضج عنده فكرة إدراك إن الظواهر دي من وراها خالق هو المتحكم فيها، ولكنه ما فهمش طبيعة القدرة دي بالطريقة الصحيحة، فبدأ يقدس الظواهر دي ويجعل منها آلهة. فمثلا كان المعبود جب هو معبود الأرض، وشو معبود الهواء، ونوت معبود السماء. ولازم نعرف إن بيئة مصر القديم كان فيها صراع مرير من أجل البقاء بينه وبين الحيوانات المفترسة اللي كانت حواليه، وعلشان يحمي نفسه ضرر المخلوقات دي يستجلب نفعها بدأ يقدسها. وعلشان كده كان في تعدد في المعبودات المصرية رغم إن الهدف واحد، وهي إن المصري القديم كان بيشوف فيها روح الخالق اللي ما قدرش إنه يفهمها بالطريقة الصحيحة بعقليته المحدودة في زمانه. ومن هنا كان السبب اللي خلاه يشيد العمائر الدينية المميزة من أهرام ومعابد ومقابر، لأن الهدف الأول والأخير منها كان الهدف الديني أو الجنائزي. لأن طبعا بناء العمائر الضخمة الهائلة دي أكيد ما كانتش حاجة سهلة بالنسبة لهم، فمن العمال اللي مات لما وقعت عليه صخرة أثناء بنائه للهرم، ولكن دايما كانوا يربطوا بنائهم للعمائر الضخمة وتحملهم للمشقة دي واللي منتظرهم عند ربهم في الجنة لو ماتوا في سبيل عمل يرضي الأرباب عنه. ومن هنا جت فكرة الحضارة وجت فكرة العماير اللي بتتميز بيها مصر من أهرامات ومسلات ومعابد وحاجات بتتميز بيها مصر وبس. ولما نيجي نتكلم عن أسباب ومقومات الحضارة المصرية القديمة لازم نذكر مقولة قالها العالم هيرودوت واللي بقت تتردد على لسان الكتاب والمؤرخين إلى يومنا هذا لما قال مصر هبة النيل. ولكن تعرض قول هيرودوت لكثير من الانتقادات نظرا لأن النيل مش هو لوحده اللي بيمتلك الفضل في قيام الحضارة المصرية، لأنه كان في أرض مليانة بالخير وكان في إنسان قدر
إنه يستغل كل الخيرات اللي موجودة قدامه ويصنع بيها أقدم وأعرق حضارة عرفتها البشرية. وعلشان كده بنقول إن مقومات قيام الحضارة في مصر عبارة عن مثلث مكون من 3 أضلاع: النيل والأرض والإنسان. نهر النيل هو أطول نهر في العالم، وهو مركز الحياة نظراً للمياه العذبة اللي بيعيش عليها الإنسان والحيوان والنبات. ومع بداية حياة الإنسان على الأرض ما كانش فيه نهر النيل. الإنسان ساعتها كان بيعيش على البرك والمستنقعات والغابات. ومع اختلاف المظاهر الكونية بدأت تتصحر الغابات، وبدأت المية إنها تفضل ماشية لغاية ما استقرت بعد 100,000 سنة عند منخفض. فضلت ماشية وتنحت فيه، ومع مرور الزمن أصبح هو مجرى النيل. فبدأ يستقر الإنسان عنده ويتعلم منه الري والزراعة والفلك والحساب ومقياس النيل. ومن كثرة حب المصري القديم لنهر النيل بدأ إنه يقدسه ويقدم له القرابين، وسماه ساعتها الإله حا-بي. ونظرا لأن الأرض كانت العامل الثاني من عوامل قيام الحضارة المصرية القديمة، فكانت ليها مكانة عالية جدا عند الإنسان نظرا للخيرات اللي كانت بتقدمها له. فبدأ إن المصري القديم يقدسها ويعمل لها معبود خاص سماه المعبود جب زي ما قلنا في أول الفيديو. وأخيرا بنقول إن الإنسان هو أهم عامل من عوامل قيام الحضارة المصرية، لأن لو افترضنا إن النيل موجود بكل خيراته والأرض موجودة بكل خيراتها، فمن غير الإنسان ما كانش هيبقى ليه قيمة ولا إفادة. كمان من غير الإنسان ما كانش هيكون فيه حضارة، لأن ما كانش هيكون فيه تسجيل لأي مظهر من مظاهر الحضارة، ولا هيكون فيه تسجيل لأي مصدر من نقوش وكتابات ودلائل بتدل على وجود الحضارة المصرية من الأساس، ولا حتى كان هيكون فيه المباني الضخمة الهائلة زي الأهرامات وغيره من المظاهر اللي بتخلد اسم مصر وحضارة كيميت لكل الأجيال، وبالأخص الفلاح، لأن مصر أصلها بلد زراعية والحضارة أساساً قامت على الزراعة. ومن غير الفلاح ما كانش هيكون فيه ولا محاصيل ولا استقرار ولا حضارة من الأساس. كده أكون خلصت كلامي معاكم عن أصل الحضارة. أشوفكم على خير إن شاء الله في فيديوهات تانية.